الصالحون يكثرون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قاله بمعناه الإمام يحيى القطان فيما رواه عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيح، لكن لا تستعجل. ما المقصود بالكذب؟ الجواب باختصار أن الكذب ليس معناه محصورا فيما يتبادر إلى الذهن وهو تعمد الإخبار بخلاف الواقع، بل الكذب أشمل من ذلك. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عمدا أو خطأ أو سهوا، كل ذلك من الكذب في الاصطلاح. والمقصود بالصالحين هنا هم الذين ليس لهم عناية بالعلم. من الناس من يكون من أهل الصلاح والعبادة لكن ليس له أي عناية بالعلم، فهذا يكثر على لسانه الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مسلم لما روى كلام يحيى القطان قال بعده مفسرا له: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون ذلك. وهذا يدل على أن علماء الحديث لا يقبلون الحديث لمجرد أن راويه من أهل الصلاح ومن أهل الخير، بل لا بد أن يكون من أهل الحديث وأهل الإتقان. وهذا نستفيد منه حتى في واقعنا. والفائدة هي أن الإنسان إذا كان صالحا فلا يعني أنه عالم،